تخيل ان انت عندك ارباح وبتحقق ارباح لكن مفيش سيولة مفيش كاش. تخيل ان انت بتحقق نمو لكن الموردين فقدوا الثقة فيك. تخيل ان انت عندك خطط كبيرة جدا لكن ما عندكش سيولة اللي هي تعتبر الوقود اللي بتخليك تتحرك للامام وتحقق النمو. هو ده الخطر الصامت، هو ده الليكويديتي ريسك، خطر عدم وجود سيولة في الشركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في أول حاجة في الفاينانشال ريبورتنج أناليسيس، تحليل البيانات المالية. أول حاجة هنتكلم فيها الليكويديتي أناليسيس، وإن شاء الله الليكويديتي أناليسيس السيشن بتاعنا هيكون مكون من 5 مواضيع رئيسية. أول موضوع عندنا هو الكوست أوف إن أكشن إن ليكويديتي مانجمنت، يعني إيه هي الآثار السلبية اللي ممكن تحصل لأي بزنس في حالة عدم إدارته للسيولة بشكل فعال، في حالة عدم اتخاذ أي قرارات متعلقة بعملية السيولة. تاني حاجة إن شاء الله هندرسها في موضوع الليكويديتي أناليسيس هي تعريف السيولة في أي مشروع، الليكويديتي ديفينيشن إن بزنس. تالت حاجة هندرسها زي يعتبر هي ايه هي التولز، ايه هي الادوات اللي ممكن يستخدمها اي شخص، اي فاينانشال مانجر، اي فاينانشال اناليست، عشان تميجر، عشان يقيس الليكويديتي، وتعتبر هي دي الادوات او الترمومتر اللي بيقيس الفاينانشال بوزيشن اوف ليكويديتي، المركز المالي بالسهولة في اي شركة. رابع حاجة هناخدها إن شاء الله في السيشن ده، وأنا شايف إن ده يعتبر أهم جزء في موضوع liquidity analysis، اللي هو how liquidity ratio affect decision making. إزاي النسب المالية دي تساعدك في اتخاذ قرارات متعلقة بالشركة، سواء كان متعلقة بالقرض قصير الأجل، موضوع الاكسباندنج، موضوع النيو ديفلوبمنت، موضوع الشورت تيرم بوروينج، موضوع الانفستمنت اوبورتيونيتيز. كل الكلام ده ان شاء الله هنفهمه من خلال هاو ليكويديتي ريشيوز، ازاي النسب الماليه ازاي تاثر في اتخاذ القرارات. واخر حاجه هناخدها في موضوع الليكويديتي اناليسيس، وانا شايف ان برضو الموضوع ده لا يقل اهميه عن الموضوع الاولاني او الموضوع رقم 4. والموضوع رقم 5 بيتكلم على هاو تو فيجواليز، ازاي نعمل فيجواليزيشن للليكويديتي ريشيوز، لنسب السيوله، ازاي نعمل فيجواليزيشن للليكويديتي مانجمنت، لاداره السيوله فور ديسيجن ميكرز، لمتخذي القرار. وان شاء الله برضو الموضوع ده هنخش فيه التفصيل في موضوع الليكويديتي اناليسيز. و ان شاء الله مع الخمس بوينتس او الخمس نقط اللي احنا اتكلمنا فيهم في الليكويديتي اناليسيس، هيكون خلصنا موضوع الليكويديتي اناليسيس. او زي ما احنا اتفقنا احنا هنتكلم على 5 بوينت رئيسيه. اول حاجه الكوست اوف الاكشن اوف ليكويديتي مانجمنت، liquidity definition in business, liquidity ratio tools, وهاو liquidity ratios affect decision making. واخر نقطه how to visualize liquidity for decision maker. ومن هنا يكون خلصنا اول سيشن في موضوع الليكويديتي اناليسيز، وده تعتبر زي انترودكشن علشان تعرف بالظبط الليكويديتي اناليسيز او السيشن بتاع الليكويديتي اناليسيز هيكون المحتوياته ايه، الكومبوننتس مكوناته ايه، وبالتالي استمر معانا عشان تكمل في موضوع الليكويديتي اناليسيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.